التهاب اوتار الكتف من اكتر المشاكل اللي بتجيلي في العياده، واللي بيكون العلاج الطبيعي احد اهم المراحل في علاج المشكله دي. لان مشكله التهاب اوتار الكتف ان الناس بتحامل على نفسها وبتتجاهل الالم ده، والالم بيفضل مستمر معاهم لفتره طويله، والدنيا بتسوء اكتر لحد ما بقى خلاص مش قادر يرفع ايده خالص فوق، يعني مش قادر يعمل اي تمارين يرفع ايده ولا يعمل بيها حركات دورانيه، ولدرجه ان هي بتاثر على نومه. يعني في ناس للاسف الم الكتف ده بيصحيهم من النوم من شده الوجع. فجه الوقت اننا نشتغل على المشكله دي ونبدا نحلها ان شاء الله. كفايه اهمال بقى، ونبدا نعالج الكتف بتاعنا. وقبل ما نتكلم عن علاج التهاب اوتار الكتف، فهنفتح السحب لشخص جديد هنتابع معاه النظام الغذائي لمده شهر مجانا، وهنديله بن بيروت هديه يساعده في زياده معدل الحرق ان شاء الله. كل اللي تعمله عشان تدخل السحب انك تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه وتكتب تم في كومنت. بس كده، يلا بينا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مفصل الكتف مفصل معقد، يعني مش مفصل بسيط وسهل كده، لان بيدخل في تكوين مفصل الكتف ده، بيدخل في تكوينه من قدام عظمه الترقوه، تمام، وبيدخل في الخلف لوح الكتف كمان، تمام. وكل مدى حركي بيكون مسؤول عنه حركه عظام معينه وحركه عضلات معينه، تمام. يعني كل جزء من الحركه في عظام وعضلات معينه هي اللي بتتحرك، وعلشان كده هو اكتر المفاصل ليونه في جسم الانسان. يعني هو اكتر مفصل بيسمح بالحركه في جميع الاتجاهات. بيحصل بقى التهاب في اوتار الكتف ده عن طريق الحركه المستمره، تمام. يعني الحركه المستمره الكتير بالايد هي دي اللي بتسبب التهابات لاوتار الكتف وبتسبب خنق المفصل، تمام. وده بيحصل اكتر مع الناس اللي شغلانتهم فيها حركه ايد. يعني مثلا واحد واقف في مكتبه كل شويه بيرفع ايده ويجيب كتب من فوق، واحد شغال نقاش حركته كلها عباره عن الوضع ده. الناس اللي شغالين خياطين، الخياطه دي كل شغلها عباره عن ايديها وكتفها. وبالفعل انا بتكلم عن حالات جات لي العياده بالفعل، يعني الناس دي كلها جات لي بالفعل العياده وتكون بتشتكي من عضلات كتفها. وعلشان كده اول خطوه في العلاج هي الراحه، تمام. انك تقلل المجهود وتقلل الشغل بتاعك اللي بتعمله بايدك دي. يعني محتاجين فتره راحه كده تقلل الضغط وتقلل الالتهابات اللي موجوده لحد ما احنا ان شاء الله نبدا نجيب المدى الحركي الكامل ونبدا نقوي العضلات، وخاصه عضلات ثبات الكتف. وبعد كده ترجع تعمل شغلك طبيعي جدا. فاول خطوه تعملها هي الراحه، مع ان انت ممكن تعمل كمادات تلج لمده 10 دقائق او ربع ساعه كل ساعتين زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات، تمام. بجانب التمارين العلاجيه اللي هتفرق معاك جدا ان شاء الله، واللي هنتكلم عنها دلوقتي. وبعدها هنرجع نتكلم عن الفحص السريري وازاي تفرق المشكله دي من فعلا من الكتف ولا من جزء عضو تاني وبيسمع في الكتف. وهنتكلم كمان عن العمليات. يلا بينا نبدا التمرين دلوقتي وبعدين نرجع نتكلم تاني. طيب اول حاجه نبدا نعملها هي مساج خفيف كده للاوتار دي، تمام. هتحط ايدك ورا ظهرك، تمام، اللي هو عايزين نعمل انترنال روتيشن عشان ايه؟ نخلي الاوتار دي تظهر. وممكن تبقى مريح ظهرك على حيطه او على كرسي او اي حاجه، تمام. هتلاقي في حاجات خفيفه هنا كده ظهرت على اول كتف هنا، فهتبدا تعمل مساج كده خفيف خالص رايح جاي. وخصوصا لو في وجع شديد هتبدا تعمل مساج خفيف، هتلاقي الدنيا بتريح معاك بسهوله جدا، تمام. لمده دقيقه مثلا كده، من نص دقيقه لدقيقه، مساج خفيف كده، ايه، طالع نازل. ممكن تحط صباعينك على بعض كده وطالع نازل على المنطقه دي، ايه، من نص دقيقه لدقيقه، تمام. ده كده اول حاجه. طيب تاني تمرين تبدا تعمله هو هتنام على جنبك السليم، ماشي. نمنا على جنبنا السليم، وهنجيب دمبل زي ده. انت في البيت مش عندك دمبل، هات ازازه ميه مثلا، تمام. وانت نايم على جنبك السليم تحط ايدك كده، تبقى حاطط ايدك عليك وتبدا ترفع ايدك لفوق وتنزلها، ترفع وتنزل 10 عدات 3 مجموعات، يعني تمام. هنعمل 10 عدات المجموعه الواحده وهنعملهم 3 مجموعات. تعمل 10 عدات وتريح 5 ثواني، 10 عدات وتريح 5 ثواني، 10 عدات. طيب لو ايدك الاتنين بيوجعوك، يعني كتفك الاتنين بيوجعوك، يبقى بالمره ايه كده شغلنا الاكسترنال روتيشن. يبقى هنمسك التانيه دي اللي جوه ونبدا نطلعها لجوه كده. هنقوي هنا انترنال روتيشن، وبعدين هننام على الجنب التاني ونقوي العكس برضو، ايه، 3 مجموعات، كل مجموعه 10 عدات. وتروح تنام على الجنب العكس، تمام. وتعمل اكسترنال روتيشن للايد دي وانترنال روتيشن للايد اللي جوه، تمام كده. ده كده اول تمرين تبدا تعمله. طيب
تاني تمرين هتعمله هو انك هتنام على وشك، هتنام على وشك كده ماشي، وهتخلي ايدك على طرف السرير كده، وترفع ايدك لحد فوق لحد مستوى جسمك، تبقى عمال لايك لتحت كده. تمام. نجيب بس المايك عشان تسمعوا الصوت. بنفس الوضع ده كده. ممكن تبدا في الاول توصلها لمستوى جسمك بس وترجع، توصلها لمستوى جسمك وترجع. لو ايدك الاتنين بيوجعوك اشتغل على الاتنين. برضو هنعمله 3 مجموعات. تمام. تاني تمرين زاوية 90، ترفع لحد ايدك وترجع. ده كده هتعمل حرف التي. وبعدين هنعمل حرف الاي، ترفع ايدك برضو لفوق كده لمستوى جسمك وترجع. 3 مجموعات. التمرين ده اسمه واي تي اي. يبقى ادي حرف الواي، ادي حرف الاي اول حاجه اللي بنبدا بيه، وبعدين التي وبعدين الواي. تمام. كل واحد فيهم برضو اعملوا ايه 3 مجموعات. طيب تالت تمرين هتعمله وهو مهم جدا، وانت قاعد كده تحط ايدك في وضع اللي هو ايه استسلم. انت حد ايه رفع عليك مسدس فانت بتستسلم، ورجع ايدك الاتنين لورا. 1 2 3 4 5 وتريح. تمام. دي كده عدة. تمام. تريح وترجع ترجعهم تاني 5 ثواني وتريح. ممكن تبدأ بمجموعة واحدة اللي هي 10 عدات، ولو انت الدنيا كويسة معاك اعمل 3 مجموعات. 3 مجموعات كل مجموعة بثبت لورا 5 ثواني. تمام. يعني لو هوريكوا ظهري اهو، انت عامل وضع الاستسلام، ترجع ايه ظهرك لورا، بتضم لوحين الكتف على بعض 5 ثواني وتريح. 5 ثواني وتريح. تمام. ده كده تالت تمرين. رابع تمرين هو البندوليوم اكسرسايز. هتقف وتسند بايدك السليمه كده على اي كرسي او اي حاجه، وتوطي واعمل دواير بايدك التانيه دي كده. خليها ايه تلف مع الجاذبيه كده دواير. اعمل مجموعه اللي هو 10 عدات، عكس الدواير كمان 10 عدات، قدام وورا. ارمي ايدك برضو مرجعها كده برضو 10 عدات، والجوه والبره 10 عدات برضو. تمام. طيب خامس تمرين تبدأ تعمله هيبقى عبارة عن ايه؟ هي انك هتسند على، يعني تسند كده على كرسي على مكتب على اي حاجة، تحط ايدك عليها وابدأ ارجع انت لورا خالص وانت بتضغط كده بايدك، وبعدين وانت بتضغط برضو تطلع تاني، بعدين ترجع لورا. انا كل ده بضغط بايدي على السرير، بجيب المدى الحركي وبرجع تاني. ممكن نعمله 10 عدات او 3 مجموعات برضو. طيب اللي تعمله تاني اخر تمرين، هتجيب كرة زي دي او ممكن شراب مثلا اي حاجة وتدورها كده. تمام. وهتحطها على حيطة زي دي كده ماشي. يبقى دي حطيناها على الحيطة وبتضغط عليها وفرد ايدك وبتلف دواير مع عقرب الساعة كده. 1 2 3. نعمل ايه 10 عدات وتريح 5 ثواني، 10 عدات وتريح 5 ثواني، 10 عدات. يبقى احنا كده قلنا 6 تمارين. تمام. مع ان احنا نبدأ بالمساج للأوتار، هنقوي العضلات الموجودة دي كلها وخاصة عضلات الثبات، وهنجيب المدى الحركي الكامل، والدنيا هتبقى زي الفل معاك ان شاء الله. طيب لو عملت التمرين دي والوجع فضل مستمر، فكده قدامنا طريق من الاتنين. تمام. اما تكون المشكلة مش من الكتف اصلا ويكون مجرد تسميع فيها من مرض عضوي اخر، يعني مثلا القلب، امراض القلب والكبد والمرارة بتسمع في الكتف. تمام. فهل تعرف من يعني المشكلة دي بسبب مرض عضوي اخر ولا لا؟ مع حركة الكتف. يعني انت لو بتحرك ايدك لفوق والورا والوجع بيزيد مع الحركة، فدي تبقى مشكلة في الكتف او في الرقبة. تمام. لو الوجع بيزيد مع الحركة. لو الوجع هو ثابت زي ما هو ما بيزيدش في جميع الاوضاع، يعني بتحرك ايدك او بتثبتها نفس الوجع، فده في الغالب هيبقى تسميع، وهنحتاج نكشف عند دكتور عظام. وبعد كده هو يبدأ يعني هيعمل اشعة رنين ويبدأ يشخصك لا تمام او لا ده انت محتاج تروح تعمل تحاليل او محتاج تروح لدكتور قلب وهكذا. تمام. فده الطريق اللي هنمشي فيه. يبقى دلوقتي هتبدأ تحرك ايدك ولقيت وجع بيزيد مع الحركة،
غير الوجع الطبيعي، يبقى دي في الغالب هتبقى اما مشكله من الفقرات العنقيه، تمام، ودي عملنا فيديو عنها كامل، تشوف التمارين بتاعتها وابدا اعملها مع التمارين اللي احنا لسه قايلين عليها دي، او تبقى مشكله تانية في الكتف نفسه ومحتاجه ان انت تروح لدكتور علاج طبيعي هيعمل فحص سريري ويشخصك، يعرف ايه المشكله اللي عندك بالظبط ويبدا يعمل لك برنامج خاص ليك. يعني احنا كل مشكله من مشاكل الكتف كتير جدا، بس اشهرها زي ما قلنا التهاب اوتار الكتف، لكن في مشاكل تانية محتاجه ان احنا نعمل اختبارات وفحص سريري نبدا نعرف المشكله ايه بالظبط. طيب لو عملت كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي ورحت لدكتور علاج طبيعي وعملت جلسات علاج طبيعي وبرضه الوجع مستمر، فساعتها هتضطر ترجع لدكتور العظام ويبدا يعمل معاك اشعه رنين، يبدا يشوف المشكله بالظبط، واحتمال هتبقى ساعتها في الوضع الحالي ده هتحتاج لتدخل جراحي. لكن قبل ما تبدا تفكر في التدخل الجراحي ده لازم تعمل جلسات علاج طبيعي، لانها زي ما قلنا ان هي المرحله الاهم في العلاج، تمام. لان حتى لو عملت تدخل جراحي وقلت ايه لا يا عم انا عايز تدخل جراحي سريع وخلاص واخف، لا مش هتخف للاسف. انت هتعمل تدخل الجراحي وهترجع تمشي على نظام وتمارين علاج طبيعي وجلسات علاج طبيعي لفتره اطول كمان من اللي انت كنت هتحتاجها لو كنت عملت جلسات على طول، تمام. فما تهملش جزء العلاج الطبيعي في الموضوع، هتبدا بالتمارين اللي احنا قلنا عليها دي، الدنيا اتحسنت وان شاء الله تتحسن يبقى زي الفل، الدنيا ما اتحسنتش فساعتها هتضطر تروح لاقرب دكتور علاج طبيعي شاطر بتثق فيه وتستمر معاه ان شاء الله. بس وبكده يكون فيديو النهارده خلص. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتشترك في القناه عن طريق انك تضغط على صورتي هنا بحيث يوصل لك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي يوم الاحد الساعه 7 على خير. سلام عليكم.